تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم كريستينا من قناة دبري وفري مع كوكي. تعالوا مع بعض ان شاء الله نعمل الجبنة المثلثات النهاردة. طبعا مين فينا ما بيحبهاش؟ ولادنا كلنا بتحبها. فهنعملها في البيت بطريقة بسيطة خالص. وما فيش مانع برضه ان احنا بنشتريها من بره، بس دي يعني ايه، لو حكمت الظروف ما عندكيش في البيت يعني، او مش في مقدرتك ان انت تشتريها، لان بصراحة سعرها ابتدى يزيد قوي. هنعملها في البيت بطريقة بسيطة خالص، مكوناتها بسيطة خالص، وبالتالي موجودة في كل بيت. معايا هنا 3/4 كوباية من الزيت، 3/4 كوباية من الزبدة. معايا 2 جبنة مثلثات، معلقتين دقيق، معلقة خل، كوباية لبن، نص معلقة ملح. تمام. يعني 3/4 كوباية زيت، 3/4 كوباية زبدة، 2 قطع مثلثات، 2 معلقة كبار مليانين دقيق، معلقة خل، كوباية واحدة من اللبن، ونص كوباية نص معلقة من الملح. لو حابه تحطي زيت بس هتحطي نص كوبايه، حابه تحطي زبده بس نص كوبايه، حابه تحطي الاتنين يبقى ربع وربع. تمام. هي بس دي مكوناتها، هي حاجه بسيطه خالص وسهله خالص. هحط كل دوت بس في الكبه. تمام. معايا كوبايه من اللبن كامل الدسم. ممكن المعيار الكوبايه ديت هيعمل لي علبتين ان شاء الله من الجبنه المثلثات. تمام. هحط بس المكونات السهله الاول عشان ايه، تمشي لي الكبه، يعني ما تخليهاش ايه، تمسك فيها. كده 2 قطعة من المثلثات، ومعلقة من الخل، ومعلقتين كبار مليانين من الدقيق. هضرب كل المكونات دي في الكبة. حابة تضربيهم في الخلاط، هاند بلندر، اي حاجة متوفرة عندك يعني. تمام. سيبي بقى الملح للاخر عشان ايه، ما تحطيش الملح كل مرة واحدة تطلع معاكي مالحة او تطلع ناقصة ملح. لا، حطيها لما نقلب على النار وتشوفي الطعم بتاعها. بعد كده ايه، ابتدي انتي حطي الملح براحتك. دلوقتي هضرب بقى كل دوت كويس قوي، وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا كده بنات، انا كده ضربته كويس قوي في الكب لغايه ما يبقى بالشكل دوت. هحطه بقى ايه في طاسه كده على النار. تمام. هتنك بقى تقلبي فيه كتير كتير شويه يعني، لغايه ما تحسي ان هو ابتدى ايه، ان هو يربط معاكي، يتقل بمعنى صح. بس عايز من وقت للتاني ما تسيبيش خالص التقليب، عشان خاطر ايه، ما يلزقش منك يعني. تمام. هقلب انا بقى فيه شويه كتار كده عقبال ما يتقل شويه، وبعد كده اوريلكوا عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا كده بنات، انا كده قلبت فيها خالص لغايه ما بقت بالشكل الكريمي دوت. بصي القوام بتاعها. تمام. ولو حسيتي ان هي وانت بتقلبي فيها ابتدت تخرز معاكي شويه، ممكن ترجعيها في الكبه تاني، تضربيها في ضربه حلوه قوي، هتطلع معاكي كريمي حلوه قوي برضو، عشان ما يبقاش فيها ايه، اي تكتلات من الدقيق او الزبده والحاجات اللي زي دي. تمام. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هحط لها بقى ايه نص معلقه كده من الملح. زي ما بقولك الملح تحطيه في الاخر، بحيث ان انت ايه، يعني تقدري تتذوقي بقى في الاخر، تشوفي اذا كان محتاجه ملح، عشان ما تحطيش من الاول وترجع معاكي ايه تملح قوي يعني. بصوا التقل بتاعها تقيله خالص. تمام. طب مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا انا بدات اللي هتحتاجي بيه على اللي انت تحطي فيها، تحتاجي بولات زي كده. تمام. تكون ليها حافه شويه، بحيث ان احنا ايه، نحطها فيها، ولما تيجي تخرجيها من التلاجة تقطعيها مثلثات، تبقى زي المثلثات اللي بنشتريها من بره بالظبط، او اي بوله حابه ان انت تحطيها فيها. تمام. هحط فيها كده كيس بلاستيك، عشان برضو وانت بتشيليها تطلع معاكي بسرعه. تمام. هحط فيها بس رشه من الزيت.
عشان ايه برضو تخرجيها بسهوله. وبمنديل المطبخ كده بصوا الجبنه بقى القوام بتاعها عامله زي كريمي خالص، وطعمها تحفه بجد والله، هتجربوها وهتدعولي. هظبطها كده بقى ايه، تمام. يعني خبطتين كده بقى عشان تضمني ان هي ايه نزلت في البوله كلها من تحت، عشان لما تيجي تقطعيها تبقى القطعه زي كده. تمام اهو، وهحط عليها كده مع الوش ديت عشان ايه ما تشققش مني وانا احطها في التلاجة. هتسيبيها في التلاجة، لو هتعمليها بالليل هتاكلي منها تاني يوم الصبح. تمام. او لو هتعملها الصبح هتاكلي منها بالليل. سيبيها بس شويه في التلاجة، وبعد كده ايه هخرجها معاكم وهقطعها. انا هعمل التاني بقى بنفس الطريقه ديت عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. ان شاء الله تاني يوم الصبح، يعني انا النهارده كده بالليل، ان شاء الله الصبح هفتحها معاكم وهوريها لكم تبقى عامله ازاي. صباح الخير عليكم يا بنات، وحشتني جدا من امبارح. كده انا حطيت الجبنه في التلاجة بقيت ليله. دلوقتي بقى هعملها معاكم خرط وهوريها لكم بتبقى شكلها عامل ازاي. تمام. دي كده بشكلها كده من امبارح من ساعه ما دخلتها من التلاجة. بصوا مسكت نفسها ازاي. تمام. هخرجها دلوقتي من الكيس. تمام بالشكل دوت. هفتحها معاكم بقى. مسكت نفسها قوي. تمام. بصوا عامل ازاي. بصوا. تمام. خطواتها بسيطة خالص وسهلة جدا جدا. يعني ما فيهاش حاجة، مثلا لو هتجيبي ايه 2 كيلو لبن تشيلي منهم كوباية، تعملي منها الجبنة النستون لو مش متوفرة عندك في البيت او مش في امكانياتك اللي انت تجيبيها. تمام. حاجة بسيطة كده، وبصراحة ربنا جميلة جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. طعم وريحة حلوة قوي. ما فرقتش كتير والله العظيم عن اللي بنشتريها من بره. دي يمكن اطعم كمان لان انت عارفة انت عاملاها ازاي. مفيهاش مواد حافظة، مفيهاش اي حاجة تضر الولاد. يا رب فكرة النهاردة تكون عجبتكم. بتمنى منكم تجربوها. هتعجبكم جدا وهتعجب ولادكم جدا. متنسونيش بقى في اللايك وفي الشير. سبسكرايب لو اول مره بتشوفوني. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.